مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ جايبين معانا بقى وصفة المكرونة. وصفة من وصفات المكرونة الحلوة الصراحة. مكرونة بالسجق. وصفة لذيذة كده وسهلة، يعني متاخدش معانا وقت، يعني نخش كده المطبخ في ساعة زمن نكون عاملينها. طبعا مغذية، فيها خضار وفيها البروتين وكله. طبعا لو عايزين بقى نعمل لهم حركات كده وندلعهم، هنحط موتزاريلا وندخلها الفرن ونطلعها. شوفوا بقى الموتزاريلا اللي بتشد. طبعا عاملهم شغل بقى مطاعم، طواجن المطاعم دي. طبعا مش هتاخد كل ده، ما خدش معانا وقت صراحة. هنشوف مع بعض عملناها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة خالص. هتعجبكم جدا، يعني انا بص من عشاق المكرونة والمكرونة بالصلصة دي بالذات يعني. عالم تاني. هنا عندي الكيلو من السجق البلدي ده، جاي من الجزار. عندي 3 اكياس من المكرونه، طبعا اي مكرونه انتوا حابينها، انا كنت حابه القلم هنا. عندي بصلتين متقطعين مكعبات، وعندي فلفل الوان، عندي معلقتين من الثوم، وحوالي لتر الا ربع من عصير الطماطم، وصلصه طبعا. هو انا كان محتاج الفلفل الالوان يزيد، يعني اكتشفت كان الفلفل الالوان كان كميته قليله. عندي زيت على النار بقى، هنزل فيه بالبصل يدبل بس كده، حاجه بسيطه. وهبدا انزل بالسجق بتاعي. هنزل بقى بالسجق عشان ياخد له تشويحة حلوة. لازم طبعا يتشوح كويس كده ويتحمر حلو قبل ما نضيف اي مكونات تانية يعني. هنا خلاص يعني شد السجق بتاعي شد وكده، فبنزل احط الثوم بقى عشان برضو يتشوح معاه. هنزل كده برشة كزبرة ناشفة. هو كله في حلة واحدة، هي بس المكرونة هتتسلق في حلة تانية يعني. هحط فلفل اسود وهشوح برضو كل ده مع بعضه كويس جدا. طبعا متقلقوش اي حاجه، يعني اللون اللي هو السجق عامله طبعا بينزل سوائل او كده، فبيعمل زي لون كده في الحله وكده. ده كل ده هيطلع مع الصلصه يعني، وبيدي ريق حلو يعني التشويح بتاع السجق ده. هنضيف طبعا الفلفل زي ما قلت لكم، كان الفلفل كده محتاج يعني كان يزيد شويه. هنبدا نضيف الصلصه بقى بتاعتنا زي ما انتم شايفين يعني. صراحة كانت لذيذة جدا وحلوة. انا حطيت طبعا بهارات، 7 بهارات او 11 بهار من كنور، يعني زي ما انتوا حابين. ما حطيتش اكتر من كده يعني في البهارات، يعني حطينا ملح وفلفل وبهارات. هننزل بجزء من عصير الطماطم بس يتسبك شوية، وبعد كده هكمل بقية عصير الطماطم هنزله عادي. طبعا اي سوائل هتتحط اللي بيبقى مكان بس عصير الطماطم مكان الخلاط وخلاص، يعني ما نحطش سوائل برضو كتير زي ما اتفقنا، عشان احنا عايزين الصلصة تبقى متسبكة تقيلة، عشان تبقى حلوة يعني مع المكرونة، يعني متبقاش خفيفة. بس كده بقى طبق السجق بتاعي كده جاهز. بسيبه بقى ايه على نار هادية قبل ما اسلق المكرونة. المكرونة ما بنسلقهاش قوي، يا دوبك هي المية بتغلي بنزل المكرونة. اول ما بتغلي كده بطفي النار وبغطي الحلة بتاعتي وبسيبها 5 دقايق بس. يعني هما بيبقوا كاتبين على الكيس 8 دقايق، انا بسيبها 5 دقايق، لان انا عايزاها 3/4 سوا فقط. بصوا يعني بتبقى فيها عضة كده، يعني مبتبقاش طرية خالص. بنزلها بقى على الخلطة السجق بتاعتي، وبقلب بقلب بقلب كده الاكلة بتاعتي جاهزة. عايزة اكلها كده حلو. عايزين بقى نعمل لهم شوية حركات وتكات ودلع. هنجيب الطواجن بتاعتنا، فقار او طاجن كبير اللي يعجبكم طبعا، وهنوزع فيه كده المكرونة. طبعا بنبقى شغالين الفرن درجة حرارة عالية، يعني قبل ما ابدأ اعبي الطواجن بتاعتي بقى مشغله الفرن على درجة حرارة عالية. واحط بقى الموتزاريلا بتاعتي وادخلها الفرن. اول ما بتبدأ تسيح بقى وخلاص تاخد الوش الحلو ده، خلاص بطلعها كده. اللي عايز ياكلها كده ينفع، اللي عايز ياكلها كده ينفع. يعني جربوها هتعجبكم ان شاء الله، ومستنيه تقولوا لي رايكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير. ان شاء الله